الراجي ومحمد والراجي في شباك، كرة جول في شباك حمزة الراجي يضع الكرة بإتقان، الحارس فيجيا والكرة فيجيا، يخضع الحارس محمد الكوبي. هنا تصويبة بذكاء وبفنية كبيرة من جانب حمزة الراجي، يعلن عن تقدم المنتخب المغربي بهدف من خلال الركلة الأولى. يلا يا سعد يا عنترة، يلا يا سعد، أسعدنا يا سعد. الركلة الأولى من بن حمد كوحيلي. لطالما الأسماء المميزة ضيعت في ركلة الترجيح، لطالما اللاعبين الذين تألقوا في المباراة ضيعوا في ركلة الترجيح. بن حمد كوحيلي هو اللي سجل الهدف الوحيد لمنتخب الجزائر. هل يضيع ويؤكد المعادلة مرة أخرى؟ سعد عنترة في مواجهة بن حمد كوحيلي. سعد عنترة وبن حمد كوحيلي. بن حمد سعد عنترة ممتاز، رائع، فنان، يا سلام عليك يا سعد يا عنترة. يسعدنا بهذا التصدي، قرأ بشكل صحيح، انبرى لها بطريقة رائعة. هنا التصدي أتى في الوقت المناسب. يا سلام يا سعد يا عنترة. الحارس الرجاوي يؤكد حضوره، والكرة الثانية سيكون من ورائها محمد منصف. لم تنصفك الكرة في المباراة، هل تنصفك في ركلات الترجيح يا محمد؟ محمد منصف في التنفيذ. محمد منصف في التنفيذ أمام الحارس محمد الكوبي. أي محمد ستنصف الكرة؟ محمد منصف، كرة جول في الشباك بطريقة رائعة، لا تصد ولا ترد في الزاوية 90. محمد منصف يضع الكرة في الشباك. محمد منصف لاعب الوداد الرياضي يسجل الركلة الثانية. سعد عنترة هل يفعل مجددا في هذا الحوار مع البديل هذا اللاعب المنتخب الجزائري مسلم أنطاف. مسلم أنطاف في تنفيذ. مسلم أنطاف شباب قسطين، لاعب شباب قسطنطينة، يضع الكرة في الشباك في وسط الملعب. كان يسجل لاعب مسلم أنطاف. مسلم أنطاف لاعب شباب قسطنطينة يسجل الهدف الأول للمنتخب الجزائري. الركلة الثالثة أنس بن عمر. أنس بن عمر بشكل جيد يضع في شباك 3-1. أنس بن عمر يضع الكرة في شباك على بعد ركلتين وإنهاء المشوار، وقد ينهي قبل ذلك سعد عنترة الرجاوي. أنس بن عمر يضع الكرة في شباك. سجل الراجي لاعب نادي بركان، وسجل كذلك محمد منصف لاعب الوداد الرياضي، وأتى الدور على أنس بن عمر الذي أنهى الركلة بنجاح. الركلة الثالثة للمنتخب الجزائري في التنفيذ. بودربالة، محمد بودربالة لاعب اتحاد العاصمة أمام سعد عنترة لاعب الرجاء وحارس مرمى الرجاء الرياضي والمنتخب المغربي. بودربالة في التنفيذ أمام سعد عنترة. محمد بودربالة تابع بشكل جيد، تابع ولمسها لكن لم يكتب له أن يتصدى لها. معليش يا سعد يا عنترة. 3-2، لا زال التقدم لصالح المنتخب الوطني المغربي. الآن مع الركلة الرابعة، الركلة الرابعة المغربية وقبل الأخيرة. قليل من الحظ كان يتصدى لها سعد عنترة.
عبد الغفور كولاري. ضيعت كرات عديدة يا عبد الغفور بعد دخولك، هذا لا ينقص من قيمتك ولا ينقص من أدائك ومن الخدمات التي قدمتها بعد دخولك، لكن يجب أن تنهي المهمة وأن تسجل ما ضاع في المباراة من خلال ركلة الجزاء. عبد الغفور كولاري، عبد الغفور لعبها بشكل ضعيف، بشكل سيء. معليش يا عبد الغفور، معليش. نتمنى أن سعد عنترة يتصدى للركلة القادمة، على الأقل كل لعبها بقوة كانت ممكن تدخل الشباك. هذه سهلة، هذه سهلة يا عبد الغفور. على أي كولاري لاعب النهضة البركانية يضيع الركلة الرابعة للمنتخب المغربي. فرصة من أجل التعديل للمنتخب الجزائري. يلا يا سعد يا عنترة، هذه كورتك يا سعد. وراء الكرة صلاح الدين بوزياني، بوزياني وسعد عنترة، بوزياني وسعد عنترة. يتقدم صلاح الدين، كرة جول في شباك. تعود الأمور إلى نقطة البداية 3-3، والآن الركلة الخامسة والحاسمة. الضغط تحول من عند المنتخب الجزائري للمنتخب المغربي. من سيسدد الركلة الخامسة؟ بوزياني لاعب اتحاد العاصمة يضع الركلة الرابعة بنجاح وتصبح النتيجة متعادلة 3-3. الركلة الخامسة مغربية، وراءها حمزة بواد. خذ وقتك يا حمزة والعبها بقوة يا حمزة، ولا تترك مجال للتصدي لحارس المرمى محمد الكوبي. حمزة بوادي، حمزة بوادي. تسرعت يا حمزة، تسرعت يا حمزة، ما أخذتش وقتك يا حمزة، تسرعت يا حمزة. ليس هناك وقت مطلوب أن تنفذ به أو تنفذ خلاله الركلة. أعتقد سأشاهد إعادة من كان الحارس ضلت قدمه بالفعل، لأن التصدي سليم. قدمه لا ضلت في الخط إلى حين تسديد الكرة. الركلتين الأخيرتين لم تكونا بشكل جيد. كل الأمال الآن معلقة على حارس المرمى سعد عنترة من أجل أن يبقي الأمل. المنتخب الجزائري يدعو الله. سعد عنترة أمام بالقواري، سعد عنترة وبالقواري، بالقواري والكرة في شباك. لأن المنتخب الجزائري يتمكن من العبور للمباراة النهائية لملاقاة